السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. لو أول مرة بتشوفوني أنا زينب ودي قناتي حكايات وبنعيشها. أتمنى تنوروني باشتراك ولايك وكومنت جميل منكم علشان يوصل لكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى ونذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيديو النهاردة أنا جبت مشتريات، صراحة أنا فضلت حيرانة أصور الفيديو ولا لأ، بس قلت هصور الفيديو معاكم وأقول لكم أنا جبت إيه من عند العطار. مشتريات للأسبوع، النهاردة السبت اول الاسبوع، فقلت ان الحاجات دي تكفيني من الاسبوع للاسبوع. طيب انا هقول لكم انا جبت ايه وجبت بكام وايه الحاجات اللي انا بستخدمها. طيب بصوا بقى هنا اكياس المكرونه، ويا جماعه الاسعار خدوا بالكم ان هي بتختلف من مكان لمكان، علشان ما تطلعش واحده تقول لي انت بتقولي لنا الاسعار دي منين. انا بقول الاسعار بما يرضي الله، يعني ما داخليش حاجه ولا خارج لي حاجه، كل واحده تقول اسعارها. المكرونه اللي هي خطيره دي حلوه جدا، انا بجيب الكيس ب7.5، في ناس بتبيعه ب10 جنيه. طيب عند امان هتلاقي الاسعار بتكون حلوه جدا. انا جايبه 4 اكياس، 2 كيلو مكرونه، كيسين مكرونه وكيسين تحمير وكيسين اسباجيتي، دول بيكفوا معايا الاسبوع علشان خاطر بجيب معايا رز. طيب بصوا بقى، انا بجيب هنا السمنه والزيت اللي بتقعد معايا للاسبوع. انا جايبه ب20 جنيه زيت سايب، وجايبه ب20 جنيه سمنه سايبه، بفضي دي في برطمان وده بفضيه في الازازه الصغيره، وبحط السمنه في قلب التلاجة كفي معايا الاسبوع. وساعات بستخدم زيت على سمنه، يبقى ب20 و20 ب40 جنيه. انا بس بقول لكم الحاجات اللي هي بتنفع معايا. طيب الصلصه دي انا كنت قايله عليها في القناه التانية بتاعتي اللي هي حكايتنا في بيتنا، كنت قايله لكم الصلصه دي عامله 15 جنيه. انا جبتها مره من عند امان وعجبتني جدا جدا جدا، فعايزاكم ان انتوا تجيبوها يا جماعه، حلوه قوي. بجيب معاها طماطم وبضرب الطماطم في الخلاط وبسبكها بحطها في التلاجة، وباخد من هنا كبشه وباخد من هنا معلقتين، وبتخلي لي الاكل حلوه في ظل ان احنا الطماطم غاليه وكده. فجبت دي ب15 جنيه، بتكفي معايا الاسبوع. بجيب بقى كيلو طماطم، كيلو ونص طماطم، فالامور بتمشي معايا. طيب بصوا هنا انا جايبه الرز، جايبه معايا 4 كيلو من الرز، وجايبه هنا 4 كيلو من الرز علشان بيكفوا معايا الاسبوع مع المكرونه. انا جايبه الرز عامل 30 جنيه. طيب عايزه تجيبيه بقى نصاص براحتك، انا بجيبه كيلوهات كده وبفضيه عندي، فقلت ان انا يعني اصور معاكم كده ونفكر بعض. طيب انا جايبه هنا ربع كيلو عدس، ربع كيلو عدس بجبه عشان مثلا هعمل كشري ان شاء الله الاسبوع ده. طيب وجايبه هنا ب10 جنيه فيجيتار عشان انا اشتريت بانيه، وب10 جنيه بقسماط ناعم، بفضي الاتنين على بعض، دول بال20 جنيه. طبعا دول مش بيكفوني اسبوع، دول بيقعدوا معايا اسبوعين، بس قلت ايه يعني بخليهم عندي. طيب وجبت هنا من الشعريه، جبت كيلو شعريه، يا دوبك بتقعد معايا اسبوع مش اكتر، يعني مش اكتر من كده. طيب جبت ايه تاني؟ جبت كيس بيكنج باودر لاني بحب احطه على خلطه البقسماط والفيجيتار علشان خاطر يعلي لي البانيه، ولو عملت كفته بانيه الحاجات دي فبتنفع قوي. وبجيب برضو النشا معايا عشان لو حبيت ان انا اعمل لهم مهلبيه في الاسبوع، حبيت ان انا اعمل حاجه تحطيها على الخلطه برضو بتاعت الفيجيتار، بتاخدي منها معلقه بتضيفيها على الكيك، فالنشا مفيش غنى عنه، فبجيب ب10 جنيه. مقصد كلام يا جماعة 10 جنيه و20 جنيه والحاجات دي كلها علشان خاطر اللي بتقول انا باخد بالاسبوع مش بيكفيني. انا لسه جايبة حاجات تانية وهوريكم، بس عايزة اقول لكم ان احنا نجيب من الحاجة السمنة ب20 جنيه، نجيب الحاجة ب10 جنيه، ده ب5 جنيه، مش هيجرى حاجة علشان الحياة تستمر وتمشي. بصوا انا جايبة الفلفل الاسود دول ب5 جنيه، بصوا الحبة دول ب5 جنيه. طيب وجايبه ب5 جنيه كمون، وجايبه ب5 جنيه كزبره. دي التوابل اللي انا بستخدمها، انا طبعا عندي شطه وعندي بقيه التوابل. بصوا بقى انا جبت المرقه الدجاج، كنت جايبه المرقه الدجاج دي كانت عامله 35 جنيه.
فبجيبها بتقعد معايا الشهر. فلقيت البرطمان ده عند امان، انا لقيته في المحلات العطاره 15 جنيه، فلقيته في محل امان عامل 10 جنيه، كانوا عاملين عليه عرض. ده فيه كل التوابل، بس لو هتجيبيه نصيحه مني حطيه واستغني عن الملح. يعني هو زي ما تقولي كده ايه، توابل ملح مبهر، طعمه تحفه قوي لما بيتحط على جميع الاكل، بصلصه المكرونه، بصلصة المحشي، بكل حاجة جميل جدا جدا. فبديل لمرقة الدجاج، فأنا قلت خلاص ده بديل مرقة الدجاج، بدل ما بجيبها ب35 وب34، مش عارفة يعني ب4 أو ب35، فلقيت ده ب10 جنيه، فقلت توفير، فبيقعد معايا الشهر كامل. بس لما تجيبيه تحطي وتنسي الملح، يعني تدوقي الأول وبعد كده تجيبي الملح بتاعك. بصوا بقى، دي الحاجات اللي أنا جبتها الأسبوع ده. الحاجات دي كلها عملت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، عملت 160 جنيه، بالبرطمان ده عملت 170 جنيه. دي الطلبات الخزين اللي انا جبته للاسبوع ده. يا رب يكون الفيديو نفعكم، وتفتكري الحاجات اللي انت عايزه تجيبيها، والحاجات السايبه مفيش احسن منها. واهم حاجه تكتبي الحاجه بتاعتك، عشان لما بنجيب الحاجه يوم بيوم، ولو معاكي مصروف الاسبوع هاتي الحاجه بالجمعه احسن، متقدريش تجيبي الحاجه يوم بيوم عشان ما يهدرش منك. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.